بداية؟ وكانت دي بالنسبة لي هي البداية. انت عاوز تفهمني ان المخابرات ليها شغلانة تانية غير انها تتجسس على الناس وتكتب تقارير عنهم؟ اللي انت بتقوله ده يا عزيز مش شغل المخابرات. امال شغلتها ايه؟ ليها مليون مهمة غير اللي انت بتقوله ده. طب فهمني، اديني فكرة. حماية البلد. امال الجيش بيعمل ايه؟ اسمع يا عزيز، اللي لازم تعرفه ان اختيار رجال المخابرات بيتم بعد دراسة كاملة لكل شخصية، دراسة طويلة ومتعبة كمان. انت عاوز تقول ايه؟ روح الفرقة اللي هتبدأ أول الشهر واحضرها، وإذا حسيت بعد كده إنك مش هتقدر تكمل أنا بوعدك بشرفي إنك هترجع وحدتك تاني. واضيع كام شهر ممكن استفيد بيهم في المذاكرة لكلية أركان حرب؟ ما هو اللي هتدرسه ده يا فالح هينفعك في كلية أركان حرب. انت وعدت بشرفك. من غير وعد يا زكي. هو في حد بيشتغل في حتة هو مش عايز يشتغل فيها؟ طب وايه المطلوب مني دلوقتي؟ انك ما تلبسش البدله اللي انت لابسها دي. طب اروح الوحدة ازاي؟ ما تروحش الوحده ومالكش دعوه بحاجه. وايه تاني؟ ان مفيش حد من بعيد ولا من قريب، لا من اهلك ولا من صحابك ولا حتى اخوك، يعرف انك جيتني هنا واتقابلت معايا وانك هتاخد فرقه للمخابرات. طب اقول لهم ايه في البيت؟ من بكره هتقول لهم انك عندك اجازه لمده شهر. ولما الاجازة تخلص؟ بسيطه، قول لهم انك انتدبت للعمل في الرئاسه. في يوم أول مارس تشتري جورنال وتمسكه في إيدك. وبعدين؟ عارف شارع أحمد شوقي اللي في الجيزة؟ اللي فيه كرمة ابن هاني؟ تقف عند نصة الشارع ده من ناحية النيل. تقف بشكل طبيعي جدا وكأنك مستني أتوبيس. وهيجي الاتوبيس؟ لا، الساعة 7:30 بالضبط هتقف قدامك عربية فيها شخص غير السواق، هيسألك طريقك فين يا سيد؟ انا كنت رايح كوبري عباس، تاخدني معاك؟ اتفضل. شكرا. في اليوم ده اتفتحت لي نافذة على عالم غريب لم يخطر ببالي في يوم من الأيام إني هرتاده أو أتجول بين معارفه. كان البرنامج اللي وضع بدقة بالغة حريص في تلقين هذه الدفعة الأولى من رجال المخابرات ذلك العلم الجديد على أصوله الصحيحة. لكن أغرب العلوم جميعا وأكثرها إثارة وإبهار كان علم المخابرات نفسه. إذا كان ضابط المخابرات بيتعامل أصلاً مع أمن الدولة، مع أمن الأمة، مع أمن الشعب بأكمله، فعليه أولاً أن يتعامل مع الحقائق مجردة، الحقائق كما هي بلا رطوش ولا زواج. ومهما كانت الحقيقة قاسية، مهما كانت بشعة، ومهما كانت مؤلمة، لا بد له من التعامل معها كما هي. وبناء عليه فلا دخل للعواطف في العمل مرة ثانية. دي أهم حاجة لازم نحطها في اعتبارنا وما ننساهاش أبدا. ودي هي القاعدة الأولى اللي على ضابط المخابرات مهما كانت الحالة أو العملية اللي بين إيديه إنه يتمسك بيها. لأننا هنا لا نتعامل مع أفراد ولا نتعامل مع قضايا خاصة، وإنما نتعامل زي ما قلت مع أمن الوطن كله، مع أمن الأمة كلها، مع أمن الشعب كله. وكان ده هو الدرس الأول اللي اتعلمته من الأستاذ صادق. الأستاذ؟ صادق. واضح إنه أثر على حضرتك تأثير كبير. الأستاذ صادق كان مثل من أمثلة العبقرية المصرية في تخطي العقبات مهما كانت عشان توصل للهدف. كان بشخصه، بأسلوبه، بطبيعته، بإخلاصه، بتفانيه، مثل مضيء لكل اللي اتعلموا على ايديه. وكان سيل الكتب بدأ يصل من الخارج بغزارة بعد أن استطاع الرجال الحصول على كم هائل وربما غير متداول في الأسواق من المذكرات والبحوث والكتب اللي بتبحث في العلم ده وفي أساليبه وقوانينه وعملياته وقصصه.
وكانت أسابيع وربما أيام كافية تماما عشان كل واحد فينا يشعر بمدى أهمية وخطورة وجود جهاز مخابرات وطني وقوي. الدفعه اللي خلصوا الفرقه هيوصلوا بكره يا بهاء، يا ترى عملتوا حسابهم؟ كل حاجة تمام يا فندم. بيتهيألي انهم هيخففوا الضغط علينا شويه. هما يا فندم هيخففوا الضغط من ناحيه وهيزودوه من ناحيه تانية. ما ده طبيعي يا سلطان، احنا هنتعب معاهم في الاول شويه لكن بعد كده هيقفوا على رجليهم. وزعوا عليهم العمليات زي ما اتفقنا وافتحوا لهم صدوركم، انا متاكد انهم هيجيبوا نتائج سريعه. عندنا ايه تاني؟ في عمليه 313 يا فندم. رأفت الهجان. بالظبط يا فندم. درستوا الملف بتاعه كويس؟ أنا شايف إنه حالة محتاجة لتقييم. لاحظ يا بهاء انه جاب خبر العدوان الثلاثي، دي مرة وما اتكررتش. وقبل العدوان بعت تقرير عن الحالة داخل إسرائيل. عمليا التقرير ده ملوش أي قيمة، لأنه بيقول نفس الكلام اللي الصحافة الإسرائيلية كانت بتنشره. ايوه بس ده ما يمنعش انه قام بمجهود. لاحظ إنه من سنتين ما بعتش أي خبر له قيمة. انا اهتميت بعملية 313 دي بالذات لانه مصري ولانه موجود جوه إسرائيل. انا شايف يا فندم ان المسألة دي ممكن تتعالج بشكل او باخر. رأيك ايه انت يا سلطان؟ والله يا سيد شريف، انا لحد دلوقتي مش قادر ادي حكم نهائي عليه. انا كنت مسؤول عن العمليه دي فتره طويله، خصوصا لما مصطفى عبد العظيم كان في روما. عشان كده مش قادر ادي حكم نهائي. ممكن توضح اكتر؟ في البدايه كان املي فيه كبير، خصوصا بعد ما قعدت مع مصطفى وعرفت كتير عن شخصيته. كنت منتظم منه شغل كويس. ما لقيتش نتيجه. للاسف النتائج ما كانتش مبشره. وخبر العدوان الثلاثي يمكن يكون ده بالذات السبب في الحيره، لان الخبر وبكل المقاييس خبر غير عادي، وفي نفس الوقت كان مبشر باللي ممكن يعمله 313 بعد كده. ومعنى كده إنه في 3 سنين ونص ما جابش غير خبر واحد. العبرة مش بالكم يا بهاء، الخبر ده لوحده يساوي كتير. على العموم أنا رأيي إن إحنا ننهي العملية دي، رجعه من إسرائيل ونديله قرشين عشان يبدأ حياته بيهم هنا، ونخسر وجوده هناك. إذا كان وجوده ملوش قيمة يا نديم، هي مصاريفه بس. اسمح لي يا فندم أقول حاجة. قول يا نديم. أنا درست للنوعية دي من الناس بتقول إنهم بيبقوا حاسين بالخطر بشكل بيضغط على أعصابهم باستمرار. ده طبيعي. فإذا حطينا في اعتبارنا إن 313 حاسس بالعزلة هناك، وإن أداؤه في البداية كان ممتاز، نقدر نحس إنه محتاج لحاجة معينة. طبعا الحاجة دي مش هنقدر نعرفها إلا بعد ما نعمل دراسة من نوع خاص. الدراسة دي هتخلينا نعرف هو محتاج لإيه بالظبط، وفي نفس الوقت نتلافى القصور اللي موجود في أدائه. أنت مش شايف إن ده تعاطف معاه يا نديم؟ احتمل، بس تقييم أوجه النقص ما فيهوش تعاطف. على العموم الطلب اللي أنا بطلبه بخصوص 313 هو طلبه بنفسه قبل كده. يعني إيه؟ في آخر لقاء معاه هو اللي طلب إنهاء العملية بنفسه، ولو إني شايف إنه ما كانش جاد في طلبه. ما كانش جد؟ هو طلب الطلب ده كنوع من التمرد الطبيعي في شخصيته، ويمكن يكون مناورة. ممكن توضح أكتر يا بهاء؟ سيادتك عارف يا فندم إن عادل هو اللي كان على اتصال بيه من مارس 57 لحد دلوقتي، يعني أكتر من سنة ونص أهو. و313 في الفترة الأخيرة كان بيحاول يلح في طلب فلوس، وعادل كان بيحاول يفهمه إن أداؤه ما يتناسبش مع الفلوس اللي بياخدها. إمتى طلب إنهاء العملية بالظبط؟ إن شاء الله دلوقتي، أنا مستعد. يعني اقدر اعتبر ده طلب رسمي؟ اعمل لك ايه يا عادل بيه؟ اذا كان سعادتك كل ما تقابلني ما تكلمنيش غير عن الفلوس، هو انا يعني بطلب الفلوس دي عشان اصرفها على نفسي؟ انا ما قلتش كده. ازاي بقى؟ كلام سعادتك معناه كده. ده غير حقيقي. امال سعادتك تقصد ايه بالظبط؟ لان الفلوس دي ملهاش مقابل وهي بتندفع فيه. والله اللي انا بقدر عليه بعمله. طب يا اخي ما تبذل جهد اكبر. نفس الكلام اللي قاله مصطفى بيه. يبقى انا عندي حق. شوف يا سيد عادل، انتوا تعرفوا عني كل حاجه بالتاكيد، لكن اللي ما تعرفوش بقى ان انا دلوقتي بقيت ناس كتير جدا، بتعرف ضباط في الجيش وفي الطيران، علماء، اساتذه، اعضاء مهمين في الاسرات، اغنياء، فقراء، مجندات في الجيش، كل ده كويس. طب يا اخي تعرف الناس دي كلها وما انتش عارف تجيب شغل بالذمه؟ ده اسمه كلام؟ والله اللي انا بعرفه وبسمعه وبجيبه. قولوا لي سعادتك عايزين تعرفوا ايه بالظبط وانا مستعد اعمله. يوه تاني يا ديفيد؟ شوف سعادتك، انا بقالي سنه دلوقتي ما بسمعش غير التوبيخ واللوم. انت بتسمي المناقشه توبيخ ولوم؟ وسعادتك دلوقتي لما تقول عليا كسلان وخواف دي مناقشه؟ لان هي دي الحقيقه، وانت لازم تواجه الحقيقه بنفسك من غير غضب ولا زعل يا ديفيد. يا سلام ديفيد،
حط نفسك مطرحي. انت فعلا خواف لانك انت بنفسك قلت يا لي. عادل بيه ده مش خوف، اقسم لك بالله مش خوف. امال اللي انت قلته لي قبل كده ده بتسميه ايه؟ حرص. لا، فرق كبير قوي بين الحرص والخوف يا ديفيد. اللي بيخاف يا سيد عادل ما يروحش اسرائيل اصلا، ما يحطش رقبته في حبل المشنقه كل ثانيه في عمره. انا ساعات وانا قاعد في مكتبي في ماجي تورس ساعات بتخيل ان الباب اتفتح عليا فجاه ودخل عليا مسيو سامحون او ماجي او حتى ايفيت. طب ودي فيها ايه؟ فيها اني انكشف في ثانيه. ليه؟ لان اسرائيل كلها عارفه ان شارلو سامحون هو اللي بيساعدني، وان لولا فلوسه كان المكتب ده اتقفل من زمان. اسمع يا عادل بيه، محسن بيه علمني اني ما اسالش اكتر من كده. ده حتى قال لي اذا سالت ممكن سؤال يكشفني، لان طريقه السؤال ممكن تكشف. انا عارف كويس كل اللي قاله لك محسن بيه. انا كل ليله لما احط راسي فوق المخده واغمض عينيا الاقي حبل المشنقه بيتمرجح فوق دماغي. عاوزني اخاف ولا احط راسي في الخيه؟ عيبك يا ديفيد انك عاوز تقعد مطرحك والاخبار تيجي لغايه عندك. شفت بقى، لما اقول لك رجعني مصر اذا كنتوا شايفين اني ما ينفعش ما تزعلش مني. عشان كده بقول انه حتى ما عندوش استعداد يتحرك. احنا نرجعه احسن ونخلص من وجع الدماغ ده. واضح ان الشاب ده متمرد نتيجة ظروف معينة، بس واضح اكتر ان في حلقة مفقودة في الموضوع ده كله. تقصد ايه يا نديم؟ محسن ممتاز. محسن في المانيا من سنتين وبقاله مده ما رجعش مصر. ده سبب ادعى ان احنا نبعت له يجي. بيتهيألي ان هو ده الحل، وعلى بال ما يوصل محسن يكونوا الظباط الجداد درسوا الملفات. ادخل. مساء الخير يا عزيز. اهلا، مساء النور يا اسامه. ايه لسه قدامك كتير؟ عاوز اخلص من الكلام الكتير اللي قدامي ده كله. بقول لك ايه، انت مش ملاحظ انك بقيت مدمن سهر؟ حمل تقيل قوي يا اسامه. مش عليك لوحدك. تصور يا اسامه انك لازم تعرف كل حاجه، كل كبيره وصغيره، كل تفصيله عن ناس لا عمرك شفتهم ولا قابلتهم، ولازم تشغلهم. وايه الجديد في كده؟ انت نبطش بقى يا سيدي وعاوز تتسلى. الحق عليا اللي طلبت لك كوبايه شاي تساعدك على الهم اللي انت فيه. تعرف انه هم فعلا يا اسامه. المهم لقيت حاجه كويسه. وفي شغل كتير، بس في حاجه ناقصه. حاجه زي ايه؟ في معلومات بتيجي وفي ناس بتشتغل، انما الظاهره الملفته للنظر انه كلهم جنسيه تالته، مفهومش لا اسرائيلي ولا مصري. وهي دي بقى الحاجه الناقصه اللي انت بتدور عليها؟ ما انا قلت لك انت عاوز تتسلى. يلا يا حبيبي ورانا شغل. طيب اطلب لك عشاء معايا؟ لا هات لي ساندوتش فول وساندوتش طعميه، انا مش عاوز اكل كتير. اي خدمه يا فندم؟ الشفشق فاضي يا سعد. املاهولك يا فندم. في تلج بقى ولا التلج خلص؟ فضل حته التلج انما تكفي. السيد عزيز هنا ولا روح؟ لسه في مكتبه يا فندم. طيب احط شفشق في الاوضه. حاضر يا فندم. ادخل. سيد عزيز. ادخل واقفل الباب بسرعه يا اسامه. ايه اللي انت عامله ده؟ اعمل ايه؟ الناموس هراني يا سيد. وهي يعني الشمعة هي اللي هتصيد الناموس؟ بص كده في الطبق وانت تعرف. انت عارف الساعة كام دلوقتي؟ كام؟ ياه، 2:15. بقالي 16 ساعة بشتغل في المكتب. الواحد خلاص مخه وقف. انا بقى هعمل لي جولة في الفيلا. ها؟ طيب. ما تنساش تجيب معاك فطار بكره. حاضر.
الاسم المصري رأفت علي سليمان الهجان. الاسم في إسرائيل ديفيد شارل سمحون. لا يفتح إلا بعد موتي، رأفت الهجان. فتح بمعرفتي، محسن ممتاز. محسن ممتاز. هذه وصيتي. هذه وصيتي. السلام على من اتبع السلام الهدى. على من اتبع الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه إنا راجعون. لله وإنا إليه راجعون. ها أنا ذا أقدم لسيادتكم وصيتي في حالة عدم عودتي حيا أرزق إلى أرض الوطن الحبيب مصر، أي أن تكتشف حقيقة أمري في إسرائيل وينتهي بها المطاف إلى المصير الوحيد والمحتوم في هذه الحالة، وهو الإعدام شنقا. فإنني أرجو صرف المبالغ الآتية من مستحقاتي لديكم. أولا، لأخي من أبي عادل علي سليمان الهجان القاطن في رقم 6 شارع الفيوم بمصر الجديدة مبلغ وقدره 300 جنيه مصري لا غير. أعتقد أنه يساوي إن لم يكن يزيد على المبالغ التي صرفها علي منذ وفاة أبي المرحوم علي سليمان الهجان في عام 1935، وبذلك أصبح غير مدين له بشيء. ثانيا، لأخي سليم علي سليمان الهجان ومكتبه بشارع عماد الدين رقم 92 مبلغ 50 جنيها كان يدعي أني مدين له بها وليترحم علي إن أراد. ثالثا، مبلغ 150 جنيها لشقيقتي شريفة علي سليمان الهجان هرم الصاغ محمد رفيق المقيمة بشارع الإمام علي رقم 15 بمصر الجديدة بصفة هدية رمزية متواضعة مني إليها، وأسألها الدعاء لي دائما بالرحمة. رابعا، أما المبلغ المتبقي من مستحقاتي لدى سيادتكم فينقسم كالآتي: ألف، نصف المبلغ لطارق محمد رفيق ابن شقيقتي شريفة والصاغ محمد رفيق، وليعلم أني كنت أكن له محبة كبيرة. ب، النصف المتبقي يصرف لأحد ملاجئ الأيتام، وبذلك أكون قد أبرأت ذمتي أمام الله بعد أن بذلت كل ما في وسعي لخدمة الوطن العزيز. الله أكبر، والعزة لمصر، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. رأفت علي سليمان الهجان.
لا دخل للعواطف في العمل، لا دخل للعواطف في العمل، لأننا هنا لا نتعامل مع أفراد ولا نتعامل مع قضايا خاصة، وإنما نتعامل زي ما قلت مع أمن الوطن كله، مع أمن الأمة كلها، مع أمن الشعب كله. وضع حد لهذه العملية وإعادة هذا المندوب إلى مصر. طب إزاي؟ إزاي؟ ادخل. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا عزيز. اتفضل. متشكر جدا يا فندم. ايه يا عزيز؟ انت ما نمتش ولا ايه؟ في الحقيقة لا يا فندم، حبيت أخلص شوية شغل، الوقت سرقني. لقيت حاجات كويسة؟ في الحقيقة يا فندم أنا جاي أتكلم مع سيادتك بخصوص 313. مين 313؟ قصدك ديفيد شارل سمحون؟ أو رأفت الهجان يا فندم. للأسف يا عزيز دي عملية منتهية وخلاص. أنا عاوزك تحط لي خطة ترجع بيها الشاب ده لمصر ونقطع علاقتنا بيه. بس يا فندم أنا عارف إنك عاوز تكلمني عن التقرير اللي بعته قبل العدوان الثلاثي. دي كانت عملية وما اتكررتش. الملف بتاعه معاك، تقدر تشوف بنفسك. أنا قريت الملف كويس يا فندم. نبقى متفقين. أيوة بس يا فندم سيادتك مش شايف إننا ممكن نطوره؟ ما تنفخش في قربة مقطوعة يا عزيز، احنا غلبنا معاه. ما هو احنا يا فندم لا. أي حاجة خطرت على بالك أو ممكن تخطر على بالك عملناها معاه، مفيش فايدة. بس أنا يا فندم شايف إنه ممكن يتطور ويبقى مفيد جدا لينا. مفيد إيه بس يا عزيز؟ مفيد إيه؟ اقرا عندك في الملف بتاعه، هتلاقيه من يوم ما راح إسرائيل مفيش شيء شاغل باله غير إنه يطلب فلوس عشان يأمن نفسه. له حق يا فندم يأمن نفسه، ثم إن الملف بتاعه في حاجات عاوزة تستكمل، على الأقل نعرف إيه حكايته وبعدين نحكم عليه. أنت شايف كده؟ ده رأيي يا فندم. يبقى مفيش غير إنك تتكلم مع محسن ممتاز. أنا شفت توقيع السيد محسن ممتاز على مظروف الوصية بتاعته. هو الوحيد اللي يقدر يقول لك كل حاجة عن الشاب ده. أيوه بس السيد محسن ممتاز في ألمانيا دلوقتي. هيوصل خلال الأسبوعين اللي جايين. متشكر جدا يا فندم، ألف شكر. مع السلامة يا عزيز. صباح الخير يا نديم. أنا عندي ليك خبر هيبسطك يا بهاء. طب اسمع الخبر اللي عندي أنا الأول. خير؟ الجيل الجديد يا سيدي منحاز لوجهة نظرك. مش فاهم. طيب قابلني عند السيد شريف والي بعد دقيقتين وانت تعرف كل حاجة. يعني باختصار وجهة نظر عزيز تختلف عن وجهة نظرك. مش بس كده يا فندم، أنا حاولت أصرف نظره عن العملية دي بكل السبل، مفيش فايدة. واضح إنه متحمس جدا ليها. إيه رأيك يا نديم؟ أنا رأيي يا فندم نسيب عزيز يتصرف زي ما هو عايز. ده لسه مخلص الفرقة طازة وعايز يطبق قواعد العلم بحذافيرها. وبعدين إيه مالك يا نديم؟ أنا أصلي قريت ملف 313 ده كذا مرة، ودراستي للنوع ده من العمليات بتخلي عندي وجهة نظر خاصة بالنسبة للي زي رأفت ده. وجهة نظر زي إيه؟ النوع ده من الناس بيبقى عايش على حافة الموت، وعلشان كده بيبقى مقبل على الحياة بجنون ويمكن باستهتار، وبيبقى عايز أسلوب معين في التعامل معاه لأن السيطرة عليه بتبقى صعبة. تحب نقول لعزيز؟ لا يا فندم لا، أنا قلت لسيادتك نسيبه يتصرف زي ما هو عايز. احنا بقدر ما هنفيد الجيل ده برضه ممكن يضيف إلينا. أنا رأيي نبعت لمحسن برقية نقول له يبدر في المجاي شوية. الله. طب نستعجله ليه ما دام جاي خلال أسبوعين؟ أنا موافق على فكرة البطية دي، لأن أنا عايز أناقش مع محسن حاجات كتير وجها لوجه،
والحاجات دي ما تحتملش التأخير أكتر من كده. بالنسبة ل 313 احنا ناقشنا العملية دي كتير وما وصلناش لرأي محدد. في رأيين، الرأي الأول بيقول إنه يصلح، الرأي الثاني بيقول إنه لا يصلح. تمام يا فندم. إزاي نحسم الأمر من غير ما نتعامل مع اللغز نفسه؟ ممكن سيادتك توضح اكتر؟ علشان نحسم الأمر ونحدد موقفنا منه لازم نلتقي بيه ونتعامل معاه، ولازم اللي يعمل كده هو نفس الشخص اللي هيبقى مسؤول عنه. قصدك عزيز؟ بالظبط كده. انا شايف اننا هنوصل لنفس النتيجه اللي وصلنا لها قبل كده. يا نديم، قول لي ايه الخبر اللي هيبسطني؟ لا يفتى ومالك في المدينه، معقول نبقى في مكتب السيد شريف والي وانا برضو اللي هقول لك؟ هي فزوره؟ ولا فزوره ولا حاجه، في قرار جمهوري بتعيينك في منصب مهم جدا. مبروك يا بهاء. ايه هي؟ بفكر اخد كورس علمي متقدم شويه. كورس علمي؟ انت عارف ان بعض عملياتك بتدرس؟ ما تفرقش كتير. انا مش عايزك ترد عليا على طول، عايزك تفكر في الموضوع شويه. في حاجه تانية غير 313؟ هو في حاجات في شغلك بره عايز اناقشها معاك بشكل مباشر، بس بعد ما ترتاح لك يومين. ماشي. هو مكتب عزيز فين؟ الغريبة انه في نفس المكتب اللي انت كنت فيه هنا. العربية مستناك تحت، تروح انت النهارده ترتاح عشان تجي لي بكره ومخك صاحي. واللي يشتغل معاك وبرضه يعرف الراحه. هتروح له؟ يعرف حاجه عن وصولي؟ يعني هو يعرف انك انت هتوصل قريب، انما ما يعرفش حاجة عن المناقشات والاجتماعات. احنا عايزين نديله الفرصة كاملة علشان يعبر عن نفسه بالاسلوب اللي هو شايف انه صح. ناوي تعشيني امتى؟ انت فاضي امتى؟ يومين ثلاثه ارتب اموري واشوف الدنيا ماشيه ازاي وبعدين اقول لك. واو كذلك. والله زمان يا شريف يا ولي. نورت مصر يا محسن. السيد عزيز الجبالي؟ السيد محسن ممتاز. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا فندم. خير، قالوا لي انك عايز تشوفني. انا مش عاوز اشوفك بس يا فندم، انا محتاج لسيادتك. اتفضل يا فندم اتفضل. اهلا وسهلا يا فندم. سيادتك تشرب ايه؟ لا، قهوتي طلبتها قبل ما ادخل لك. اهلا وسهلا يا فندم. المكتب ده خد سنين من عمري. ده شرف كبير ليا يا فندم. خير يا سيد عزيز؟ 313 يا فندم. ماله 313؟ رأفت الهجان يا فندم. ايوه ماله رأفت؟ ازاي دلوقتي؟ الحقيقة في شوية حاجات قريتها في الملف بتاعه عاوز استكملها من سيادتك. قول لي الأول، أنت إيه رأيك في العملية بعد المدة الطويلة دي؟ أنا في الحقيقة ما قدرتش أكون رأي نهائي في الموضوع، إنما الوصية اللي كتبها ادتني انطباع أعتقد إنه صح. انطباع إيه؟ أنا حسيت من الوصية بشوية حاجات معرفش إذا كانت صح ولا غلط. حاجات زي إيه يعني؟ زي مثلا إنه كان حاسس إحساس رهيب بالوحدة قبل سفره لإسرائيل، وبالتأكيد الإحساس ده زاد عنده وهو هناك. وإن علاقاته العائلية مثلا كانت متوترة جدا باستثناء علاقته بشريفة أخته اللي بيحبها هي وطارق ابنها. بس كده؟ وإنه نشأ يتيم بدليل إنه اتبرع بنص مستحقاته اللي هتفضل لملجأ أيتام. ده صحيح يا سيد عزيز. أما إبداء الرأي فيه قبل معرفة الظروف المحيطة بيه معرفة دقيقة وواضحة هيبقى فيه ظلم كبير ليه. ده كمان صحيح. وإذا كان صدر منه تقصير في الفترة الأخيرة فأنا أعتقد إن هو ملوش ذنب فيه. طيب قول لي إيه اللي أنت عايز تعرفه مني بالظبط؟ عاوز أعرف كل حاجة عنه، كل حكايته من الألف للياء، لأن معرفة حكايته هيساعدني على فهمه، وفهمه هيساعدني على استفزاز ملكاته والاستفادة منها. شوف يا أخ عزيز،
بوكرتوف حبيبي. بوكرتوف يا استر. الساعة بقت 11 وانت لسه نايم. ايه اللي هيخليني اصحى؟ كتر الشغل اللي عندنا. وحشتني. لاحظي يا استر انك بتتكلمي من الشركة. انا بعت نينو مخصوص يجيب البريد علشان اقدر اقولك اني بحبك. استر انا عاوز انام من فضلك. هتنام من غير ما تقرا الجرايد؟ اقريها انت وقولي لي. ما ينفعش. اشمعنى؟ قنبلة. فجريها وخلصيني. القبض على جاسوس يعمل لحساب مصر. الو جوزي، انت نمت تاني؟ انت ايه؟ انت بتقولي ايه يا استر؟ بقولك قبضوا على جاسوس بيشتغل لحساب مصر. مين الجاسوس ده؟ ما نشروش عنه اي حاجة ومحدش عارف اذا كان راجل ولا ست. كل اللي قالوه انه دخل اسرائيل كسائح وان رجال الموساد شكوا فيه وانهم. انت عارفة رجال الموساد دول ممكن يشكوا في امهاتهم استر. دول قبضوا عليه متلبس. تلفيق التهم بقى مط العصر يا عزيزتي. بس ده اعترف اعتراف كامل. هو في جاسوس بيعترف على نفسه؟ ده مش اعترف وبس، ده قال ان له شركاء كمان في اسرائيل. الو جوزي، انت رجعت تنام تاني؟ لا انا صحيت خلاص. تتغدى معايا؟ لا انا ورايا كام مشوار مهم هعملهم وبعدين نتقابل بعد البريك.